منزل ملعون، كل اللي بيعيش فيه بيموت بطريقة غامضة ووحشية، لدرجة ان في عيلة كاملة انقرضت خلال السنوات اللي عاشوها في المنزل ده، ومن بعدها المنزل بقى مهجور لحد ما اشترى واحد وقرر انه يعيش فيه هو واسرته. ولكن النهاية كانت مرعبة ومش متوقعة، والسبب هو جن ساكن في المنزل. يا ترى ايه لغز اللعنة اللي بتطارد منزل ريتشفورد وكل اللي بيسكنوا فيه؟ اهلا بيكم في برنامج منظور اخر. الحكاية بتبتدي في منتصف القرن ال19 لما بنت عائلة ريتشفورد، وهي عائلة كبيرة جدا في بريطانيا، منزل ضخم جدا في منطقة شبه معزولة. ولسنوات طويلة كانت الأحداث الغريبة بتطاردهم في البيت ده، وكل أفراد العيلة الصغيرين قبل الكبار ماتوا بشكل غامض جدا، وأغلبهم تم العثور عليهم ميتين على سرايرهم وهم فاتحين بقهم ووشوشهم عليها علامات الفزع والخوف، كأنهم شافوا حاجة مرعبة جدا قبل ما يموتوا على طول. ومنهم اللي رصاص، ومنهم اللي نطوا من نوافذ المنزل فوقعوا ميتين، وغيرهم اللي نفسهم، وفي اللي اختفوا وملهمش اي اثر لحد النهارده. ده غير اللي اتجننوا ودخلوا مصحات نفسيه من اللي شافوه، وبعدين ماتوا هناك بطريقه غامضه، زي ما يكون النحس والموت لعنه اصابت المنزل واي حد بيسكن فيه، او السبب كيان غامض بيخلص عليهم واحد ورا التاني. الخلاصه ان عائله ريتشفورد انقرضت كلها وما تبقاش منهم ولا واحد خلال ال80 سنه اللي عاشوها في البيت الملعون ده. واخر فرد من افرادها اصيب بالجنون واتحط في مصحه نفسيه عام 1930، وبعدين مات هناك. ومن بعدها بقى المنزل مهجور وما فيهوش الا السكون والظلام. وبسبب كل الاحداث الغريبه اللي حصلت في المنزل ده انتشرت اشاعات كتير انه مسكون بكيانات شريره او انه بوابه لعالم اخر. لكن السيد جونسون المصرفي المشهور ما اهتمش بكل الكلام الفارغ ده، فهو راجل عقلاني ما بيؤمنش بالخرافات دي، فلقى في المنزل فرصه استثمار ما تتعوضش، برغم ان كتير من الناس رفضوا انه يشتروه بسبب سمعته السيئه، وعشان كده سعره قل جدا. اشترى السيد جونسون المنزل وابتدى يرممه وغير فيه شوية حاجات، وبعدها انتقل هو وعيلته للمنزل وهم فرحانين بيه جدا، وكل واحد بيختار الأوضة اللي هياخدها. ولكن من أول ليلة قضوها في المنزل وبدأت أحداث غريبة تحصل معاهم. الأبواب تتفتح وتتقفل لوحدها، الحاجات تتحرك من غير ما حد يلمسها، والأواني بتتكسر لوحدها، وأصوات صرخات مرعبة مجهولة المصدر. وبدأت بنت السيد جونسون الصغيرة تعاني من بعض الأعراض الغريبة، فما بقتش تاكل ولا تشرب، وشها شحب وما بقتش تعرف تنام، والأرق والقلق مسيطرين عليها. وفضل السيد جونسون يلح عليها عشان يعرف هي مالها، ولكنها كانت خايفة جدا وبتعيط طول الوقت. وفي يوم قالت له وهي بتعيط انها كل يوم بالليل بتلاقي قط اسود ضخم قاعد على طرف سريرها، وهو بيبص لها بنظرات مرعبة جدا، واحيانا بيظهر راجل مخيف بيجرها من شعرها ويأذيها. طبعا ما صدقش السيد جونسون الكلام ده، وان كل اللي بيحصل ده له علاقة بالعالم الآخر، لكنه في نفس الوقت ما عندوش اي تفسير للاحداث الغريبة اللي بتحصل كل يوم دي. ايه الصوت ده؟ صوت غريب قوي، تقريبا عند حد من الجيران. المهم نرجع لحكايتنا. مع إلحاح زوجته نقل السيد جونسون عيلته لبيت تاني، وفضل هو في المنزل الملعون عشان يحاول يعرف السر ورا كل اللي بيحصل ده. ونصحه أحد أصدقائه إنه يروح لواسطة روحية مشهورة كانت عايشة في ضواحي المدينة واسمها السيدة إليزابيث ستولر. لكن السيد جونسون رفض بشدة ورد عليه إنه مهما حصل مش هيلجأ أبدا للدجالين والمشعوذين. وفي الليلة اللي بعدها كان نايم على سريره وسط الظلام والسكون، وخلال نومه شاف كابوس مرعب فصحي مفزوع، فبيبص
بيبص قدامه لقى قط اسود ضخم قاعد على طرف السرير وبيبص له بنظرات مرعبه وعينيه فاضيه ولونها احمر لون الدم. فقام من السرير بسرعه وهو مفزوع وراح على طول ولع النور. فبص تاني ملقاش القط الاسود. راح فين؟ ده كان هنا دلوقتي، انا لسه شايفه، دي حقيقه، انا مش بحلم. وفضل يدور عليه في الاوضه كلها ولكن ملوش اي اثر. فقعد على سريره وهو مش مستوعب اللي حصل وفضل يسأل نفسه القط ده دخل الاوضه ازاي وكل الابواب والشبابيك مقفوله. طبعا السيد جونسون كان عارف الاجابه هتكون ايه ولكنه ما كانش عايز يصدق عشان ما فقدش عقله. وصدمه الليله دي ما فرقتش خياله، خصوصا النظره المرعبه اللي كان القط بيبصها له وعيونه الحمراء المخيفه. وساعتها افتكر كلام بنته اللي قالته له قبل كده عن القط الاسود والراجل المخيف اللي كانوا بيؤذوها، فاتاكد انها فعلا كانت بتقول الحقيقة وانها ما كانتش بتحلم ولا حاجة. ومجرد التفكير في ده خلى مفاصله تسيب وقرر اخيرا انه يتنازل عن مبادئه ويروح للواسطة الروحية اللي كان صديقه قايل له عليها، لان الموضوع دلوقتي خرج عن سيطرته. ايه ده؟ شكلي نسيت اعمل التليفون صامت قبل ما اصور. ايه ده شكله رقم غريب. هرد بقى اشوف عايز ايه وخلاص. السلام عليكم. الو الو، مين معايا؟ ايه العبط ده؟ هي ناقصاكوا؟ انا غلطان اني رديت اصلا. المهم كنت بقول ايه، وفي ليلة ممطرة وعاصفة من شتاء عام 1933 وقفت سيارة فورد سودا قديمة الطراز قدام منزل ريتشفورد، ونزلت منها سيدة في منتصف العمر لابسة ثياب داكنة وعلى راسها قبعة سودا، نازل منها وشاح مغطي النص العلوي من وشها. استقبلها السيد جونسون وهو باين على وشه القلق والخوف من اللي هيحصل، وبيدعي ان الليلة دي تعدي على خير، ودخلها لمنزله. وكان في انتظارهم 3 من اصدقاء السيد جونسون المقربين اللي قرروا انهم يكونوا معاه في الليلة دي خلال جلسة تحضير الارواح. وقبل ما السيد جونسون ينطق باي كلمة عن الاحداث الغامضة والغريبة اللي بتحصل له في المنزل ده، بص للسيدة ستولورت فلقاها علامات الفزع باينه على وشها. فضلت تبص في كل اركان البيت، وبعدين قالت وهي قلقانه انها حاسه بوجود قوه شريره غاشمه بتسيطر على المكان وهي حاضره بقوه بينهم دلوقتي. وبعدين طلبت من السيد جونسون وكل الموجودين انهم يخفضوا صوتهم ويقللوا الاضاءه، وبعدها قعدوا كلهم حوالين طاوله دائريه كبيره، وبدات السيده ستولورت تتمتم بكلمات وطلاسم غريبه وترسم بصوابعها في الهواء رموز واشارات غامضه. وفجاه اتخشب جسمها وعينيها ابيض ووشها كشر، وبدات الطاوله اللي قاعدين عليها تتهز جامد، وبعدها ظهر خيط رفيع من الدخان وسط الطاوله وبدا ينتشر ببطء لحد ما تحول لحاجه شبه الغيمه اللي فجاه اتشكلت على هيئه راجل بملامح مخيفه، عنده 4 اقدام ورجليه من تحت شبه رجلين القطط. وبالصدفه كان احد اصدقاء السيد جونسون اللي حاضرين شغال صحفي، وكان جايب معاه الكاميرا بتاعته وكان مخبيها في شنطته من غير ما حد يعرف، عشان لو حصلت اي حاجه غريبه او ظهرت اي حاجه يصورها على طول. وفي الوقت اللي كان فيه كل الموجودين مذهولين ومشغولين باللي بيحصل قدامهم، طلع الصحفي ده الكاميرا بتاعته من الشنطه بسرعه وقدر يلقط صوره خاطفه للكيان الغامض ده قبل ما يختفي. وفجاه بقت حيطان البيت كله تتهز كأن في زلزال، وبعدها سمع صوت خشن جدا بيزمجر زي الوحوش، قال سأنتقم منكم سأنتقم منكم. وبعدها رجع كل شيء لطبيعته، ووقعت السيدة ستولورت على الأرض مغمى عليها. ولما فاقت بعد فترة كانت غضبانة جدا، وقالت إن في بينها وبين كائنات العالم الآخر عهد وميثاق، وإنها كده نقضت العهد ده لما صديق السيد جونسون التقط الصورة دي للكيان الغامض أثناء الجلسة من دون علمها، وإن الكيان الغاضب ده هينتقم منهم كلهم شر انتقام. فعلى طول طلب السيد جونسون من صديقه الصحفي إنه يتلف الصورة، فوعده إنه هيعمل كده أول ما يروح، ولكنه ما وفاش بوعده. وفي صباح اليوم التالي كانت صورة الكيان الغامض ده متصدرة الصفحة الأولى لأكبر جريدة في البلد تحت عنوان
اول صورة حقيقية في العالم لجني، وتحت العنوان وصف مفصل لكل اللي حصل خلال جلسة تحضير الارواح اللي اتعملت في منزل ريتشفورد. ومعداش كام يوم الا والانتقام المرعب حل بكل اللي كانوا موجودين في الجلسة دي. فتم العثور على جثة السيدة ستولورد في غابة قريبة من منزلها، وكانت اطرافها كلها مقطوعة وفروة راسها منزوعة وعينيها مقلوعة ومرمية جنب جثتها. والصحفي اللي التقط الصورة مات محروق بعد ما شقته كلها ولعت. اما السيد جونسون فعثروا عليه داخل حمامه والاتنين الباقيين من اصدقائه اللي كانوا حضروا الجلسة في الليلة دي اصيبوا بالجنون ودخلوا مصحة نفسية وبعدها ماتوا هناك. اما منزل ريتشفورد نفسه فتعرض لحريق كبير مجهول سببه بعد كام شهر من الحادثة، وتحول لكومة من الرماد وما تبقاش منه اي حاجة، كأنه ما كانش موجود في يوم من الايام. وفي الاخر جميع ابطال القصة ماتوا، وحتى البيت ما بقاش موجود، وما تبقاش بس الا حاجة واحدة. جميع ابطال القصة ماتوا، وحتى البيت ما بقاش موجود، وما تبقاش بس الا حاجة واحدة، وهي الصورة المخيفة اللي التقطها الصحفي صديق السيد جونسون للكيان الغامض ده. هعرضها عليكم دلوقتي، بس نصيحة ما تقعدش تركز قوي في الصورة وتقعد تبص لها كتير عشان ما تتأذيش. لا بهزر، خلاص بص براحتك ما تخافش، مش هيحصل حاجة، دي مجرد قصة يعني. ودي كانت الحلقة الثالثة من سلسلة ما وراء الطبيعة. هتلاقوا الحلقات اللي فاتت في قائمة تشغيل على القناة، وقولولي بقى رأيكم، هل فعلا الجن يقدر انه يأذي الناس او يقتلهم بالطريقة دي؟ لو قاعد على السرير ولسه مش عارف تنام، لو بتاكل ولسه مخلصتش اكل، لو بتريح من الشغل او المذاكرة، او لو عجبك المحتوى اللي بقدمه، فانا مستنيك في الفيديو ده. يلا تعالى ورايا. ما جيتش ليه؟ يلا مستني ايه؟